القاهرة بعثة منتخب مصر للشباب المتوج على غانا في نهائي وكالة الترجيح. أبناء النيل حظيوا باستقبال شعبي كبير حضرهم مراسلنا في مصر أحمد نوير. بالزغاريد والمزامير والطبول كانت جموع غفيرة من المصريين على موعد مع استقبال بعثة منتخب شباب الفراعنة لدى عودته إلى مطار القاهرة الدولي متوجا بكأس إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، بل وبحوزته إنجاز آخر بحصوله على بطاقة التأهل لكأس العالم للشباب بتركيا الصيف القادم. إنجاز رياضي أشاع الفرحة في قلوب أهالي اللاعبين الذين كانوا في استقبالهم، وكذلك الجماهير التي أتت من شتى بقاع مصر لاستقبال الأبطال المرصعين بالذهب. ده إنجاز فعلا الفريق الشباب عمله، مش بس وصولهم كأس العالم، لأنه كان المفروض 4 فرق توصل، كان اخذوا البطوله، وهو ده الاعجاز اللي كان المفروض يتعمل في الظروف اللي مصر كلها فيها. الحمد لله. اصعب لحظه ساعه ما شفت حسام طالع يضرب ضربه الترجيح، فما رضيتش ابص له اصلا، ديرت وشي لورا وقعدت اعيط وادعي ربنا، فالحمد لله هو جاب الكاس لمصر. اما اصحاب الانجاز كانت فرحتهم مغامرة بفوزهم بالكأس وبالاستقبال الرسمي والشعبي الحافل لهم، مؤكدين أن ما حققوه يعتبر معجزة في ظل التحديات الكبرى التي كانت تواجههم قبل البطولة. المفروض يعني احنا حقنا اتهدر الفتره اللي فاتت دي كلها، ما كانش في معسكرات متوفره كويسه ولا ماتشات دوليه ولا الاحتكاك الافريقي احنا كنا محتاجينه، ورغم كل ده بالقليل احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نتحدى اي الظروف دي كلها ونتحدى الصعوبات دي كلها، احنا نعمل حاجه لبلدنا، اهم حاجه ده عندنا الحمد لله. دي حاجه بسيطه جدا لوطن غالي في القلب، مش دي بروحنا مش بمجهودنا. ان شاء الله اعمل تصور واعمل برنامج اداري وفني لكاس العالم باذن الله، وهنضع المسؤوليه عشان ينفذوه ان شاء الله تعالى. باقتناص منتخب شباب الفراعنة لقبه الرابع إفريقيا وبتأهله لكأس العالم للشباب بتركيا، يكون هؤلاء النجوم قد استطاعوا أن يحققوا إنجازا كرويا مصريا وعربيا، بل وأن يرسموا البسمة على وجوه كل المصريين. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية من مطار القاهرة الدولي. إلى عالم الكرة الصفراء، تمكن البريطاني أندي ميراي من الفوز ببطولة ميامي للتنس